بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر وفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير ان شاء الله باذن الرحمن. يا جماعه النهارده ان شاء الله انا مش هعمل ميزانيه ولا حاجه معاكم. انا جايه بس ارد على حبيبه قلبي، يا ربنا يسعدها يا رب ويسترها ويفرحها، اللي سالتني فعلا وبتقول لي يا ماما بعد اذنك وضحي لي ال 350 اكل الاسبوع من كل حاجه، اللي هو رز ومكرونه وشاي ولا 350 بعد خزين البيت الاساسي من الرز والبقوليات. بصي يا حبيبه قلبي من جوه، طبعا انا قايله لك 375 ماشي. بالنسبه لي يعني انا قايله لك على اللي عندي، انا هقول لك يا نن العين. انا هقول يعني هفنط لك المبلغ كله بشتري به ايه وان شاء الله المنيو بتاعنا كمان الاسبوع يا حبيبتي. امسكي بقى في ايدك باذن الرحمن ورقه وقلم. وقبل ما اقول لك اي حاجه يا نن عيني، عايزه اقول لك على حاجه لك ولاي حد. بالله عليكم ما تسمعوا اي حد ممكن يحبطكم او يعمل ايه، يعني يتعبكم فعلا نفسيا. والله يا جماعة وحياة ربنا بصوا يعني خلى عندنا فعلا كده نقول يا رب ونحط أملنا في ربنا كبير ونقول له أنت عالم بحالنا يا رب. وحق لا إله إلا الله. قبل ما أسجل الوقت حالا أنا سامعة اللي بيتكلموا بره، لقيتهم بيقولوا ده إزازة الزيت اللي كانت ب 50 جنيه بقت ب 80 جنيه باين، أو ولا ب 90 جنيه حاجة زي كده، يعني الضعف. عارفين اللي يعني الواحد اتخنق عايز يعيط، هي يعني ليه حرام كده؟ بس ما فيش مشكله، انا يقيني بربنا كبير قوي، لا ما فيش مشكله. والله يعني ده ربنا هيجيبها من عنده جمال زي ما بيقولوا. الحمد لله رب العالمين يا جماعه. مش بكتر الاكل والله ان احنا نبقى صحتنا كويسه، ده الحمد لله رب العالمين. يعني لو كده كان فات الاسلام فعلا قال لنا خلاص كله ليل ونهار، انما عمالين يقولوا لا الحمد لله رب العالمين. الحديث اللي بيقول تلت للاكل وتلت للشرب وتلت للنفس. فالحمد لله يا جماعه، يعني مش بالاكل والشرب. طيب في حاجه تانية، كلنا تعبانين وربنا اللي عالم بكل واحد. كل لما نروح لاي دكتور اعملوا صيام متقطع، صوموا. وسبحان الله الحديث بيقول صوموا تصحوا. يعني مش بيقولوا كلوا على طول على واملوا معدتكم وكلام من ده، سبحانك يا رب ابدا. يعني ما هوش بملو المعده، ده احنا بناكل كده لقيمات. والحمد لله رب العالمين لو احنا فعلا مشينا ديننا صح ومشينا الاسلام صح هنعيش زي الفل الحمد لله، وما نحتاجش فعلا الحاجه الصعبه او البهرجه الكتير قوي دي بتيجي على صحتنا، واحنا مش ناقصين والله الحمد لله رب العالمين. زاد او السكر زاد او الحاجة، كل الحاجات دي مضره بصحتنا. فاحنا المعقول حلو يا جماعه، فخلينا ناخدها من كده بدل ما ناخدها فعلا ونقعد نعذب نفسنا ونضايق نفسنا في بالاسعار اللي غاليه والحاجات دي. لا احنا ناخدها كده ونقول الحمد لله يا رب. يمكن اتعمل كده علشان ما نكترش فيها عشان ما نتعبش صحيا، يبقى احنا اشترينا صحتنا بان جت اجباري ان الحاجه غلت قدامنا. فالحمد لله يا بنتي، فالحمد لله ان شاء الله باذن الرحمن. مش هتوهك يما معايا، امسكي ورقه وقلم يا قلبي معايا وهقول لك دلوقتي المنيو بتاعي كله انا جايباه ازاي وب 375 جنيه ازاي. وهقول لك كمان يعني المشتريات بتاعتي والاكل كمان بتاعي طول الاسبوع. بصي يا نن عيني من جوه، اول حاجه يا قلبي انا بجيب كيلو رز. تمام. الكيلو الرز بجيب طبعا، ده انا بقول لك على الاسبوع الكيلو الرز ب 25 جنيه. طيب بجيب نص كيلو مكرونه ب 10 جنيه. تمام. خلي بالك انا بعمل كوبايه رز واحده يا حبيبه قلبي، بغسلها كويس واحطها في ميه واسيبها شويه كتار. والله يا جماعه يعني هقول ايه، قول لي الزمان يرجع يا زمان زي ما بيقولوا. انا كانوا ولادي لسه صغيرين في المدارس، ومحمد الله يرحمه موجود اللهم ارحمه يا رب. كان الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كنت يا جماعه عشان طبعا العيال بيجوا من المدرسه عايزه اكون مخلصه برضو شغل، لان يمكن بنيجي احنا الاثنين في ميعاد واحد. كنت دايما انا وكل الموظفين عندي كده كنت بغسل الرز واحطه عليه ميه وملح البتاع واحطه على البوتاجاز من غير ما اشغل البوتاجاز ولا حاجه. اسيبه طبعا واروح الشغل بتاعي. طبعا بيكون خلاص انتوا عارفين الرزايه شربت الميه بما فيه الكفايه. اول ما اجي قبل ما اغير هدومي ادخل بسرعه على البوتاجاز او مولعه على الرز. يعمل على ما يسخن بقى ويبدا يقلب وكلام من ده، اكون خلاص غيرت هدومي وجيت اشوفه بقى على ما هو طبعا يعتبر خلاص الرزايه شربت ميه كفايتها. وانا طبعا بحط ايده بالظبط بيكون شرب الميه بتاعته بكفايته ويكون خلاص استوى ويكون زاد اكتر واكتر الضعف. وبعدين اعمل بقى اقدح عليه بقى اللي هو الزيت في الاخر خلاص. ده انا اتعودت كده على طول. طيب الوقت
خلاص ما عدتش بعمل كده. طيب بعمل ايه؟ قبل الاكل بشويه بقوم غاسله الرز وسايباه شويه ينقع شويه في الميه. ما شاء الله بيدينا الضعف، وبالذات دلوقتي ان الرز موجود. يعني لسه يمكن ما فيش الا انا لسه ما زلت بشتري الرز القديم، لان الرز القديم يا جماعه بيزيد على طول. طيب فبقول لكم كوبايه الرز عليها نص كوبايه شعريه، ما شاء الله بتديني حبه كتار. طيب بجيب كمان يا حبيبه قلبي كيلو، نص كيلو مكرونه. خلاص. طيب وبجيب ربع كيلو فل التدميس. وحتى لو كده بقول له هات لي ب 10 جنيه، وفول مدشوش كمان عشان يبقى للطعميه وللبصاره يوم كده ويوم كده، بقول له هات لي ب 10 جنيه. بجيب توابل يا حبيبه قلبي ب 20. بجيب فرخه يا ماما كيلو ونص، الحمد لله ربنا يفكها من عنده يا رب. الفراخ بدات تنزل خالص الوقت، اللهم لك الحمد والشكر. بجيب يا ماما الفرخه كيلو ونص، هنجيبها ب 100 جنيه. طيب هنجيب طماطم وبطاطس وطماطم وخيار وكمان يا رب وبتنجان وفلفل، هنجيب كل ده ب 30 جنيه كده. طيب هجيب يا ماما برضو ربع كيلو عدس اصفر. ماشي، انا حاطه كده في الحسبان. هو المفروض ان انت تجيبي ب 12، لا حطيتهم 15 جنيه، وبرضه هعملهم على يومين. هعمل منه يوم عدس بشوربه ويوم عدس اللي هو الاسكندراني. طيب هجيب بطاطس، هجيب كيلو بطاطس يا حبيبه قلبي. كيلو البطاطس الوقت فيه بطاطس ناعمه ناعمه وكويسه ب 10 جنيه في السوق، فعلا انا جبتها خلاص. طيب انا كمان عندي طبعا بصل وعندي توم، الحمد لله كلنا بنخزن. الخزين بتاعنا ده في الاول. طيب افترض ان مفيش حد مخزن، مفيش مشكله، هيكفيني يا ماما ب 10 جنيه بصل زي ما يكون بقى. طيب هجيب يا حبيبه قلبي كرنبايه، وهجيب خس وهجيب لفت. ليه؟ لان الكرنبايه هحشيها، والخس برضه هاخد الورق بتاعه احشيه. واللفت يا جماعه حد هملحه او هبقى يعني هيبقى للتحديق. والورق هعمله كمان للحشو. ده جربهم وجوقوا كده حشو ورق اللفت، والله ولا ورق العنب عدى كمان. طيب هجيب كمان ب 10 جنيه ملوخيه يا جماعه. لو في السوق ملوخيه، انا عارفه ان ما عادش فيه ملوخيه انا خضراء، هاتي حبيبتي ملوخيه ناشفه هتقعد معاكي شويه كتار. طيب ما هاتيها من العطار. هجيب يا حبيبه قلب خضره محشي وجرجير بخمسه وخمسه. خلاص كده انا بديكي اللي انا هجيبه ان شاء رب العالمين يا رب لمده الاسبوع. هيبقى الوقت المجموع بتاعنا ده قد ايه؟ المجموع بالظبط بالظبط الوقت هيبقى يا حبيبه قلبي وهجيب هجيب ايه كمان يا ربي. هجيب بيض يا جماعه. هجيب بيض ب 30 جنيه، ب 30 جنيه بيض. يبقى كده الوقت الفلوس بتاعتنا كلها الحمد لله رب العالمين ال 375 جنيه. ماشي. لان خلاص قلت خلاص حاجتنا كلها هي انا بحسبها في ورقه جنبي اهو. 375 جنيه يا حبيبتي. طيب هعمل بقى المنيو بتاعنا ازاي؟ اول حاجه خلاص يا روح قلبي، خلينا كده نتكلم مثلا اول يوم. اول يوم هعمل رز وهعمل فراخ وهعمل ملوخيه. تمام كده ما شاء الله اكله جميله. انا خلي بالك الفرخه كيلو ونص ومش هناكلها على يوم واحد يا جماعه، معلش. حتى لو انتم ربنا يخلي يا رب، حتى لو عدد افراد الاسره كتير، بدل ما ادي حته كبيره ادي حته صغيره، فاهميني؟ يعني انا دايما بقول الكلمه دي، اقول يعني اللهم ارحمك يا ماما يا رب والنبي، اللهم اجعلها في الجنه ونعيمه. كان لها مثل يعني تقول لي ايه، لا تشبع الغنم ولا تجوعه. طب يعني ايه يا ماما؟ تقول لي يا بنتي يعني خلاص افترضي ما فيش قدامي حل. خلاص انا بدل ما اموته من الجوع، لا بشبعه ولا بجوعه. خير الامور الوسط. فاحنا بنتكلم كده، احنا الوقت بنتكلم في الظروف اللي ما يعلم بها الا ربنا. يعني خلاص انا خلي بالك كمان من ضمن من ضمن وحبيبه قلبي برضو واحده سالتني مره في الكومنتات، قالت لي هو انت لوحدك؟ لا يا حبيبه قلبي مش حكايه لوحدي او مش لوحدي، ربنا يخلي يا رب وبيبارك. مش حكايه لوحدي يما ولا حاجه، بس يعني ايه احنا دايما بنتكلم. وانا الشهر ده انا مش بقول يعني الشهر ده لوحده، الشهر ده بس اللي ظروفي جت كده، عشان كده قلت اما اعمل الميزانيه معاكم بالوضع بتاعك اللي انا فيه النهارده. الشهر ده اللي حصل فيه كده يا جماعه، طبعا دراسه دخلت الدراسه علينا على الكل، المواصلات اللي بتزيد، الحاجات دي كلها. فلازم ابقى مضطره ان ما اشيلش الفلوس الا من الاكل والشرب، واقول خلاص احنا الحمد لله رب العالمين. والله يعني انا بقول لكم انا عن نفسي بقول خلاص يعني ربنا يفكها يا رب كده وان شاء الله ويكرمنا خلاص، وداخل علينا رجب باذن الله يا رب، يجي كده بخير يا رب ونصوم. الصيام احسن، والصيام للصحه وكل حاجه، ما احنا مش طايلين الا كده، والحمد لله يا رب، ربنا يفكها يا رب. فالمهم انا بقول لك يا حبيبتي، انا بس مضطره يا ماما على الفلوس دي الشهر ده، بس في غيري وحياه ربنا فيه يا جماعه
ما هو قادر، يمكن يعني يمكن ما بيدخل لهم 20 جنيه في اليوم. اللهم تولنا جميعا برحمتك يا رب. فاللي بيشوف بلاوي الناس لما بيقولوا بتهون عليه بلوته. الحمد لله رب العالمين. دايما دايما خليكي مقتنعه يما ان انت احسن من غيرك كتير، وان انت لو شفت غيرك يعني هتلاقيكي انت احسن منهم كتير قوي. فاحمدي ربنا على اللي انت فيه. ربنا يا رب ينعم عليكي بالسعاده والصحه والهنا يا قلبي يا رب، انت وكل اللي معانا اجمعين. فانا الوقت بقول لك المنيو بتاعنا يما: اول يوم رز وفراخ وملوخيه. طيب تاني يوم يا حبيبه قلبي يوم يشيل يوم على طول تلقائي كده. طب تاني يوم هعمل ايه؟ هعمل عيش ان شاء الله، يبقى اكلنا عيش. هعمل عيش يا حبيبه قلبي. طيب ممكن اعمل بصاره، اعمل مسقعه، اعمل ايه، اعمل ممكن الفول يا جماعه، الفول اللي هو المدمس. شايفين؟ اعمل طعميه مكان البصاره. هيبقى كده بالظبط. اولا الربع كيلو فول هعمل منه طعميه وهعمل منه بصاره، لان هيرمي معايا على فكره كتير ما شاء الله طول الاسبوع. ربنا يبارك يا رب. فقدامك الاكل يا ماما الشعبي زي ما انا بقول لك اهو. طيب تالت يوم هعمل منه ايه؟ هعمل مكرونه وهعمل بطاطس ومعاها حاجه حادقه باذن الرحمن يا رب كده، ويبقى زي الفل. اللهم لك الحمد والشكر. طيب رابع يوم يا حبيبه قلبي هعمل ان شاء الله اللي هو العدس الاسكندراني، رز وعدس اصفر تمام، وبتنجان وايه كمان وحاجه حادقه. خلاص، المخلل يعني او اي حاجه بقى حادقه عندك. طيب خامس يوم يا عمري هعمل ملوخيه، وهعمل بتنجان، وهعمل مسقعه، وهعمل فلفل، والحمد لله يا رب. ربنا يكرمنا كده على كده باذن الرحمن يا رب. طيب سادس يوم يا عمري انا قايله لك ان الفراخ هنعملها على مرتين، وحياة ربنا ولو عايزة تعملي ممكن تعمليها على 3 كمان. لأن الصدر أنا عن نفسي باخد الصدر بقسمه 2. صدر واحد بعمله بفرمه واعمله كفتة رز بالصدور، والتاني بعمله كده زي ايه، زي الشاورما يا جماعه، او حاجه بقطعه قطع صغيره، واحيانا والله بعمله كباب حله. بس طبعا شوفهم انا بمشي حسب الوقت. البصل زاد شويه اقول لا استنى شويه، فربنا يفكها يا جماعه. المهم بقول لك سادس يوم يا حبيبتي هنعمل صدر الفرخه. بقول لك هنعمله ان شاء الله على مرتين اهو. مره كده، مره ممكن كفته رز، ومره اعمله حاجه تانية، ومره ممكن تعمليه يا حبيبه قلب حواوشي الفراخ ويتحط عليه اسمه فول صويا، شويه فول صويا كده ما شاء الله. مش مشكله ما تقوليش بقى ده وحش على العيال او حاجه. انا مش باكل منه كل يوم مثلا عشان اقول هيضرني، ده هي مره فخلاص. ممكن كده لو ب5 جنيه فول صويا هيديكي كميه كبيره. هتعملي ومع البصل والفلفل والحاجات دي هتعملي ما شاء الله حواوشي كميه كبيره من ربع فرخه بس، اللي هو نص الصدر. تمام. يبقى انا قسمت الصدر الوقت على مرتين، مره ما عملت منه كفته رز، ومره عملت منه حواوشي. طيب سابع يوم يا قلبي هيبقى اكل برضه شعبي. بقول لك فول وطعميه وبتنجان وجرجير وخيار، كل الحاجات دي وبتبقى ما شاء الله اكله كتير واكل كبير وما شاء الله يا رب بالهنا والعافيه يا رب. ممكن حاجه تانية مكان الفول والطعميه. انا طبعا جايبه بيض، ممكن اعمل عجه بطاطس بالبيض. اللهم صل على كامل النور، الله اكبر على جمالها. وعند الخضره وعند الجرجير عنده الخضره، وعند الفلفل، وعند الطماطم، وعند طبعا البصل، وعند كمان لا يا ربي عندي البيض والبطاط. يعني تعمل لك صينيه ما شاء الله زي الفل كده ما شاء الله. انا يا حبيبه قلبي بالورقه والقلم يا قلبي، والله الورقه والقلم قدامي اهي، بس انا عارفه ان الخط ما يعلم بالله ربنا، فعشان كده بقول لك بالورقه والقلم اهو. وعشان كده بقول لك احسبي ورايا يا حبيبتي ال 375 جنيه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمنا يا رب، اللهم اكرمنا يا رب كده وفكها من عندك يا رب. احنا بس نصلي على الحبيب وان شاء الله ربنا موجود. وحياة ربنا يا جماعة وحق لا اله الا الله. انا واحدة زميلتي انا رحت لها في يوم وحياتك يا رب لقيتها بتقول لي وكانت يمكن لسه ما شاء الله يعني كان معاها ما اعرفش ربنا يخلي كان عيلان او حاجة، كانوا عيال صغيرة. فكانت بتتكلم، ده الكلام ده من كام سنة، كانت بتتكلم على الظروف وكده. وحياتك يا رب لقيتها بتقول لي والله انا ازازة الزيت بقالها 35 يوم معايا، 35 يوم معايا ازازة واحدة زيت. خلي بالكم يعني انا الكلام ده انا مصدقاه وعارفه. بس شوفوا فعلا دي وزيره الاقتصاد العالمي. انا بقول كده فعلا ربنا يحفظها ويبارك لها يا رب. وخلاص وتقول لي ما فيش، انا بحط معلقه واحده، معلقه واحده على القد وخلاص، ما فيش مشكله، ما فيش اكتر من كده. اللهم بارك لها يا رب. هل دي ما هيش عايشه والحمد لله ومبسوطه وكويسه؟ الله يزيدها من نعيم الله. كويسه يا جماعه. ما نمشيش ورا الناس اللي بتحبطنا، خلينا نبص يعني بصوا دايما للي اقل منكم
هتلاقوكم مستريحين والله، وتعرفهم قيمة المكانة اللي انتوا فيها، وان انتوا كويسين واحسن من غيركم كتير. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، من حمد زاده. اللهم لك الحمد والشكر، نحمد ربنا ونحمد ربنا ونقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا كتير. يعني بصوا دايما على اللي اقل مننا عشان نعرف نعيش يا قلبي. فانا بقول لك الحاجات دي انا اللي بعمله يما، هو اللي ده ان شاء الله. وده الميزانيه بتاعتي ان شاء الله الشهريه باذن الرحمن يا رب، اللي انا فيها الشهر ده. وده الاسبوعيه اللي انا بقول لك عليها. فانا بقول لك ان شاء رب العالمين هبقى معاكم كل اسبوع. اللي انا هجيبه هعمله معاكم المشتريات وانزل معاكم المنيوهات. ويا رب اكون وفيت يا قلبي بكلامي الوقت بس بالله عليكم ما تزعلوش، ما تقوليش بطول عليكم، والله انا بتكلم بسرعه بسرعه علشان ما حدش يزعل مني او اللي معاه باقه او حاجه. ربنا يكرمنا باذن الرحمن، واقابلكم دايما على خير وكل لحظه يا رب وانتم بخير، ونشوفكم دايما بخير يا رب. سلام عليكم.